لو انتي محتارة تعملي غدا ايه تعالى اقولك. ولو انتي عندك ضيوف وحابة تعملي لهم بقى حاجة كده صناف حلوة على سفرتك تنور وتشرفك قدام ضيوفك برضو تعالى اقولك. انا ايه كده بالصدفة من كام يوم جيت ادور في التلاجة على حاجة نعملها غدا. لقيت كيس كده متداري طلع فيه ايه، فيه وركين رومي صغيرين مسمسمين كده وحلوين. قلت يا ما انت كريم يا رب، لا ده احنا لازم نظبطهم بقى واعمل لهم صينية كده تليق بمقامهم. اصل الحاجات دي خلاص مش هتيجي كل شوية زي زمان، فلازم نعمل لهم تتبيلة حلوة تعالوا اقولكوا عليها. انا جبت البركين كده غسلتهم كويس جدا ونضفتهم ورحت عطلهم محلول النقع اللي هو عبارة عن مية فيها معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من الملح، معاهم ليمونية كبيرة كده ومعلقة برضو من السكر، ونقعتهم في المحلول النقع دوت حوالي ساعتين كده. وبعد كده غسلتهم كويس جدا تاني بالمية، وبعدين جبتهم وفضلت انغز بيهم كده علشان خاطر كل التتبيلة اللي انا هعملها تدخل فيها، ما انا عايزة استمتع بكل قطعة هاكلها يبقى طعمها حلو قوي، فلازم ايه تتبل حلو. قعدت انغز فيهم كده لغاية لما قالوا لي كفاية احنا خلاص. ورحت جايبة بقى معايا ايه انا ايه 4 5 فصوص توم كده، معايا كمان طماطماية وحباية من البصل مقطعاهم، ومعايا التوابل ملح وفلفل وقرفة وجنزبيل وسبع بهارات ورق لورا وروزماري وجوز الطيب. كل ده من كل حاجة نص معلقة، ومعايا كمان معلقتين هحتاجهم من الصويا صوص. مش هتعب نفسي، هجيب الشفشق كده بتاع الخلاط وهروح حاطه فيه كل الحاجة بتاعتي، وكمان انا زودت عليهم ربع كوباية مية علشان الخلاط يشتغل معايا. وما تنسوش معلقتين الصويا صوص دي بتخلي طعمه حلو قوي. فرمتهم كويس كده في الخلاط لغاية لما بقوا معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. جبت بقى هنا صينية ورحت عاملة ايه، قعدت احط بقى التتبيلة كده تحت الجلد ومن فوق واحط واقلبه كويس. وشايفين كده بصبعي بضغط جوه النغزات اللي انا عملتها الفتحات دي علشان تبقى كل قطعة فيه واخدها التتبيلة طعمها حلو قوي. التتبيلة دي بأمانة بسيطة جدا ومش هتكلفك حاجة، يعني موجودة في بيتك شوية التوابل والحاجات دي بس بتديكي نتيجة خطيرة حلوة قوي قوي. عندك سواء ورك رومي او عندك صدر او عندك ديك رومي كامل، الطريقة دي تحفة فيه جبارة. عندك وقت ان انتي تسيبيه من بالليل للصبح سيبيه. عندك ان انتي تسيبيه ساعة او ساعتين مش هتقدري تطولي اعمليه برضو وسيبيه. انا عن نفسي سبته ساعة بس في التتبيلة وسويته وكان طعمه فوق الرائع. من اجمل المرات اللي اكلت فيها الرومي بالطريقة دي طلع حلو قوي. هنا بقى عشان اجهزه معايا كيس حراري عشان اعمله فيه. هحط في الكيس الحراري زي ما احنا عارفين بنحط كده معلقة من الدقيق بنبدره علشان خاطر ما يلزقش في اي حاجة هحطها فيه سواء كانت فراخ او رومي او اي حاجة. بدرت ونفضت الدقيق منه وهفتحه كده وهحط الوراك بتاعة الرومي فيه. حابة ان انتي تعمليه مع خضار تقدري تحطي في الوقت ده الخضار معاه. حابه تحطي معاه اي حاجه تقدري ان انت تحطيها، بس انا هعمله هو لوحده لان انا كنت عامله بقى زي ما انتوا شفتوا كده شويه محاشي تستاهل بقكم، محاشي جميله قوي. فانا حضرته كده هو لوحده محتاجتش ان انا احط له خضار، بس اخدت كل التتبيله اللي كانت موجوده معاه حطيتها فيه وهقفله كويس بالقفل اللي هو اللي بيتقفل بيه دوت وهجهزه كده وهسيبه حوالي ساعة عشان انا كنت مستعجلة عليه. سبته ساعة، وانتي لو حابة زي ما قلتلك تسيبيه فترة اطول كل ما تسيبيه هيبقى حلو. قفلته وهديله بقى كده كام نغزة بالسكينة علشان ما ينتفخش فيروح مفرقع معايا في الفرن. لازم اديله كده ايه فتحتين علشان البخار بتاع المية بتاعه ما يخلوهوش يفرقع معايا. انا هجهزه وهجيب له بقى دلوقتي صينيه هحطه فيها. انا ما حطيتش في الصينيه ميه ولا اي حاجه، انا يا دوبك حطيت الكيس كده اهوت زي ما انتوا شايفين وظبطته ان ما يبقاش واحد فوق التاني عشان لما يطلع معايا متحمر. هدخله الفرن. قعد معايا حوالي ساعة ونص عشان هما ما كانوش كبار وطلعوا معايا بالشكل الحلو ده متحمرين من كل حتة. والريحة بقى ما اقولكوش على الريحة ولا الطعم تحفة تحفة تحفة. وزي ما انتوا شايفين انا ما كنتش حاطة في الصينية مية ولا اي حاجة،
وطلع دايب دوب. بصوا السكينة بتدخل فيه، يعني تحفة، دايب. وبصوا كمان العظمة استوت كده، يبقى هو بقى معايا تمام، مش محتاج لا احمره ولا اعمل له اي حاجة. وشوية الصوص اللي نزلوا منه دول خطار، مقولكوش على جمالهم. لما عملت المحشي انا مرضتش اعمله معاكم لان انا كنت عاملاه قبل كده كذا مرة، فعملته ورحت حاطه الصوص ده كده على المحشي، كان طعمه خطير. كنت عاملين بقى شوية ورق عنب على فلفل الوان مع بتنجان ابيض واسمر كده، حاجة تحفة، لوز اللوز ما اقولكوش بجد، كان طعمهم حلو قوي قوي. بصوا دايبين دوب. الكيس الحراري جميل جدا، ميزته ان هو بيخلي الاكل يطلع مستوي حلو قوي ودايب كده، وفي نفس الوقت متحمر. هو قعد معايا ساعة ونص عشان خاطر كان حجمهم صغير. لو حجمهم كبير ممكن يوصل لساعتين، او ساعتين ونص. حطيتهم على درجة حرارة متوسطة علشان يستووا كده على مهلهم ويطلعوا حلوين. بصوا دايب دوب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اشوفكم دايما بخير، سلام.